السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك كسب يا جماعة. الزمالك كسب بأداء ونتيجة كويسة. الزمالك تقريبا بدلوه في السعودية بفريق تاني ولا ايه، مش عارف. عامة ألف مبروك للزمالك. ألف مبروك للزمالك كفريق مصري ممثل البطولة كفريق مصر ممثل لمصر في البطولة العربية في السعودية. أداء كويس ونتيجة كويسة. أنا اتفاجئت بقى شخصيا. مبروك للزمالك ومبروك لنصر لناصر منسي. ناصر منسي وويشو وروجا. عمل ماتش جامد. ما اعرفش هو المذيع كان بيذيع ماتش تاني او فريق تاني غير الزمالك. ما اعرفش مين الناس دي، مين الاسامي دي يعني. المهم مبروك ليهم. مبروك للزمالك زي ما قلنا كفريق مصري واداء كويس شرف الكره المصريه. بس انا كنصيحه لاخواتي الزملكاويه والكابتن بندق. عشان النهارده عارفين ان كابتن بندق اكيد هيطلع نقعد ساعتين. الزمالك رجع والزمالك هياخد البطوله العربيه ومفكر المكافاه الماليه هنعمل بيها ايه والبطوله العربيه اقوى 100 مره من البطوله الافريقيه، والكلام اللي احنا عارفينه ان هو ايه، كلام وخلاص. الاتحاد المنستيري فريق ضعيف. لعيبته كلها غدرت. المدرب ماسك بقاله 3 ايام لسه ما عرفش اسامي اللعيبه، يعني تلاقيه بيقولوا تلاقي المدرب الاتحاد المنستيري لسه بينادي اللعيبه برضه يقول لهم منسي وويشو زي ما المذيع بيقول على الزمالك. فاحنا ما نبالغش قوي، نستنى النتيجه للماتشات اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه اصعب. النصر والشباب فرق قويه. الزمالك ادى كويس وبنحييه طبعا على الاداء. اداء كويس جدا. بس نتعلم وما نبالغش قوي في الايه، في الفرحه. نستنى شويه. وانا كاهلاوي اهوت باركت لهم، عشان هم بيقولوا ان الاهلاويه مثلا هتتضايق لو الزمالك ادى في المباريات. لا بالعكس، ده فريق مصري ممثل مصر في البطوله العربيه، خاصه منسي وويشو وايه وروجا. الاتحاد المصري جاي مش عارف جاي يعمل ايه في البطوله. اما خسر من الزمالك في مستواه الفني اللي احنا عارفينه. حديثا عن الزمالك، مستواه مش اعلى يعني حاجه. اللعيبه مش اللي هي اللعيبه الاقوى ولا حاجه في تاريخ الزمالك. فلما الاتحاد المنستيري يخسر من الزمالك في الوقت ده، ده معناه انه هيطحن في الماتشات اللي جايه. يعني مش عارف هو جاي يعمل ايه هو والايه والمدرب بتاعه. الزمالك سيطر على الماتش كله تقريبا من بدايه المباراه الاخيره. الاتحاد المنستيري فرصه ضعيفه جدا وحاول كده، بس ايه، على استحياء. يعني هو جه في اخر في الوقت الضايع. يمكن اخطر حاجات جات له في الوقت الضايع. يعني بيلعب وبيحاول ومش عارف ايه، وعاوز يجيب اجوان في الايه، في الوقت الضايع، وسايب الماتش كله. فبقى طبعا حتى الفرصه ضاعت. ومين اللي طلعها؟ مين اللي طلع الكرة من الشوطه اللي شاطها لعيب المنستير؟ ناصر منسي برضه. فناصر منسي كان منتشر النهارده في الملعب زي ما قال المذيع، هو مش حافظ غير اسم ناصر منسي. المهم، السيسي النهارده لعب اهوت. فمبروك للزمالك تاني. مبروك على الاداء، مبروك على النتيجه. وممكن يكون اللي جاي احسن، ما نعرفش. بس الاداء ده هيبقى ليه نتيجه ايجابيه على الزمالك، على معنويات اللعيبه والمدرب والجماهير. بس زي ما قلنا نرجع تاني نقول ما نبالغش في الفرحه. لسه بدري. الفريق المستر فريق ضعيف. مش هو الفريق اللي انت هتقيس عليه ولا حاجة. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لاخواتي الزملكاوية، اصحاب الزملكاوية من اهلاوي. بقول لكم مبروك.